فيديو جديد سريع وهنجرب من براند على الجاهز الماك اند تشيز بتاعهم. دي علبه سعرها 18 جنيه من امازون. تقييماتها في امازون ما كانتش افضل حاجه، فخلونا ندوق ونشوف هل هتطلع تمام ولا اي كلام. اول حاجه هنفتح، يعني لقيت الشوكه كمان بتاعتهم، ومعنا البهارات. طيب واحنا هنلتزم بالقواعد بتاعتهم، اللي هو هنفتح لغايه الحد المسموح، بعد كده هنحط البهارات بتاعتنا، هنحط الميه، هنقلب وهنقفل لمده 5 دقائق، بعد كده هناكل ونشوف. يلا بينا. البهارات ريحتها ريحه كراتيه بطعم الجبنه مركز. ده شكل البهارات مع المكرونه. خلونا نحط الميه لغايه الحد المسموح. احنا نقلب كويس جدا وبعد كده نقفل ونسيبها لمده 5 دقائق، ونسيبها 5 دقائق بالظبط ونرجع تاني ناكل. جبنا الشوكه والمعلقه، كوبايه الكركديه. انا بعشق الكركديه، اكتب لنا في الكومنتات لو انت بتحب الكركديه. للعلم احنا مش هنستخدم الشوكه بتاعتهم لان احنا اوريدي في البيت، فاحنا معانا شوكه معدن. ممكن تستخدمها دي لو انت بره البيت ومزنوق وعايز تحضر الماك اند تشيز دي. وبعد ما فات حوالي 5 دقايق وشويه، ويلا بينا نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. ده شكلها، يعني اللي اعرفه ان هي المفروض تبقى فيها جبن او شكل اكتر مصفرة شويه. يعني شويه مش عارف، حاسس توابل مش عجباني. المكرونه مستويه، كل حاجه مظبوطه، مش معجنه، ودي حاجه تتقال الصراحه. البراند ده مش عارف، حاسس ان التوابل مش جايه سكه خالص. اعتقد البراند على الجاهز محتاج يزود الصوصات ويهتم بيها اكتر، حتى لو هيحط سيرب جبنه ويزود السعر هتبقى افضل بكتير، بدل ما فعلا انا بقول تقييمات امازون 3 نجوم. دي حاجه مناسبه بالنسبه له، يعني هو متوسط. على الجاهز انا اديله تقييم متوسط، ما عجبنيش قوي، ما اكررهاش مره ثانيه، بس هينفعك جدا لو انت عايز مكرونه سريعه التحضير وانت اوريدي مثلا معاك حاجه بروتين او فراخ او لحمه يعني على جنب، هينفعك وهيأدي غرض معاك. وده كان تقييمي السريع على الجاهز. لو عجبك الفيديو ادينا لايك، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس، اكتب لنا في الكومنتات هل انت بتحب البراند ده ولا لا، ولو بتحب البراند ده بتحب انه طعم من الاطعمه الكتير اللي هو عاملها. ويلا سلام.